السلام عليكم متابعينا. اليوم الفيديو عن كيفية عمل كبة التمن العراقية مقرمشة وهشة. نبدي أول شي نحط الزيت وبعدين نحط اللحم المفروم. بعد ما حطينا اللحم المفروم نحط البصل والبطاطا، نقلبهم مع بعض. نحط أيضا رشة بهارات حسب الأنواع اللي انتو تريدوها، وأيضا الملح. وهسه راح نسوي التمن. هذا هو التمن، تمن مكسر. نضع كاستين منه، راح نغسله، بعدين نحطه على النار. طبعا نخلي المية شوية زايدة، ونحط أيضا البهارات. أنا خليت بهارات صفرة حتى يكون لون التمن أصفر. ونحط الملح أيضا، ملعقة نشا حتى يكون متماسك في العجن. ونحط أيضا قطع بطاطا. راح نخلطهم مع بعض ونحطهم على نار هادئة شوية إلى أن يكون عجين. هذه هي القيمة. نرجع إلى التمن، نغطيه بتشيس أو علاقة حتى يستوي بسرعة مثل ما تشوفون. هذه هي القيمة. حطينا عليها كشمش يعني عنب بدون نوى. ونفرغ التمن في هذه الصينية، ننتظره إلى أن يبرد وبعدين راح نعجنه بهذا الشكل. لازم تكون التمناية بالعجن ما تبين حتى من نقلي ما يتفتت العجينة. بدينا بالعجن، وهذا هو الشكل النهائي للعجينة. مثل ما تشوفون التمن ما قاعد يبين بالعجينة. وهسه راح نروح نلف الكبة. مثل ما تشوفون هذه الكبة هكذا نلفها. أول شي نعمل دائرة من التمن، نفتحها شقد ما بيكم، خلوها تكون رقيقة، ونحط بداخلها القيمة، واعطوها انتم الشكل اللي تريدونه. هذه هي النتيجة. طبعا ما لازم تنسوا انه قبل ما تلمسوا العجينة انه تبللوا ايديكم بالمي. اذا ما بللتوها راح تلزق العجينة بيديكم، ويعني ما بيكم تتحكموا بيها. راح نعيد نفس الطريقة. بعد ان انتهينا من اللف راح نبدي بالقلي. مثل ما تشوفون الآن راح نعيد الطريقة لكم. نحط الكبة في الزيت المغلي، طبعا من لازم نطلعها من الزيت ونحطها في الكلينس حتى يسحب الدهن. نرجع إلى الكبة اللي حطيناها ونقلبها.
وهذا هو الشكل النهائي للكبة متابعينا. طريقة مضمونة 100%، والطعم أيضا روعة، مقرمشة أيضا مع شوية زيتون ولبن وأيضا طرشة والقليل من الفلفل والزلطة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع اللايك وتفعيل الجرس.